عايزه اقولك بقى ان الاكله دي هتعجبك جدا وهتبهر كل ضيوفك اللي هيدوقوها من ايدك، واستحيل حد يدوقها وما يطلبش منك الوصفه. هنعمل النهارده الكبده بالرده بطريقه احلى بكتير قوي من المحلات. يلا نشوف المكونات بتاعتنا. معايا كده كيلو من الكبده الشرايح، كبده بلدي بقى، كبده مستورده زي ما انتي حابه. ومعايا بقى معلقه كبيره من الثوم، معلقه كبيره من الكزبره، معلقه كبيره من الكمون وملح وبهارات لحمه وقرفه. هتقلبي بقى الملح بالثوم والبهارات دي كده كلها مع بعض. وبعد كده همسك كل شريحه من الكبده واحط عليها شويه كده من الثوم. بعمل بقى الكميه بتاعتي كلها. ما تحطيش كميه كبيره قوي من الثوم علشان ما تبقاش ظاهره معاكي قوي في الطعم. هي بس يا دوب كده حاجه بسيطه قوي. تبتدي ان انتي تغلفي كده وش واحد بس من الكبده. بعد كده بقى معايا حوالي كوبايتين من الدقيق البلدي. لو ما عندكيش دقيق بلدي ممكن تجيبي كوبايتين دقيق عادي وتحطي عليهم نص كوبايه رده. بعد كده بنحط نفس التوابل اللي حطيناها في تتبيله الكبده. بعد كده بقى ببتدي ان انا انزل الكبده بتاعتي كده في الدقيق البلدي دوت. بنفض البواقي بس من الدقيق كويس علشان ما تنزلش معايا في الطاسه وتتحرق. بعد كده بقى معايا زيت سخن ومش غزير قوي. بختبر كده بقطعة كبدة، لما تبتدي تطلع البابلز دي ابتدي بقى اضيف الكمية بتاعتي لحد بقى ما تاخد اللون ده. اللون ده حلو قوي قوي، ما تغمقيهاش جدا علشان ما تشدش معاكي. بعد كده ببتدي ان انا اطلعها على شبكة، او لو عايزة تطلعيها على مناديل بس هتطرى شوية معاكي. طلعيها على شبكة وصفيها كويس من بواقي الزيت دي، هتبقى معاكي بقى باللون الخطير ده. لو حسيتي بقى ان الزيت بتاعك فيه بواقي او كده، بواقي رده يعني، ممكن تصفيه كل قليتين كده على حسب بقى الكميه بتاعتك. اهم حاجه بس ما تسيبيش الزيت يغمق منك قوي علشان الكبده ما تطلعش معاكي غمق. اتمنى بقى وصفه النهارده تكون عجبتكم. يا ريت تجربوها وتقولي لي رايكم فيها. كنت معاكم من مطبخ ريمو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.